جاء كمدرب طوارئ فجعل انجلترا كلها في حالة طوارئ. مايكل كاريك النهارده بيكسب توتنهام عشان يبقى الفوز الرابع على التوالي بأداء وبنتيجة وإبداع وإمتاع، زي ما أنت عايز تقول قول. 4 من 4 بالعلامة الكاملة يا صاحبي، اللي روبن أموريم ما عرفش يعمله في سنة كاملة كاريك عمله في اسبوع. بيعملوا كاريك ده حقيقي مش طبيعي ويستحق كل الدعم والاشاده. الراجل ده جماهير اليونايتد كان صدرها ولع من كتر فقدان النقط المتتالي. يجي كاريك يخلص 4 ماتشات 12 نقطه على طول كده. وطبعا ما ينفعش ننسى ساحر اليونايتد الاول، العقل المدبر بتاعهم برونو فرنانديز. هو بيوصل للمساهمه ال 14 في 15 ماتش، وبيوصل للمساهمه رقم 200 تهديفيا مع اليونايتد. انه عامل موسم عالمي. هو كمان مع كاريك بقى اداؤه اخطر وممتع اكتر بسبب حريه الحركه اللي مديها له. وعجبني قوي بصراحه طريقه كاريك في اداره الماتشات، بيقدر يقرا الملعب كويس قوي ويقدر يخنق المنافس بتاعه في الملعب بشكل عالمي. فوز النهارده ده بيوصل اليونايتد للمركز الرابع بفارق 3 نقط عن المركز الثاني. في حاجه محترمه قوي بتحصل هنا دلوقتي، اليونايتد يقدر يبني عليها. كان السؤال هنا بقى دلوقتي، كان فين كاريك دوت من الفتره اللي فاتت؟